بص بقى، المكتبه بقى احسن من الاول. ها، احسن من الاول ولا مش احسن من الاول؟ بس السلسله دي طويله قوي. ما دي بقى بتتطول وتتاثر حسب النجفه اللي انت هتجيبها. والجنش ده هيشيل النجفه؟ مش النجفه ده يشيل عماره بحالها يا دكتور. حتى بص. بيتي يا عربي، السقف وقع. هي دي الامانه اللي امنتك عليها؟ الحمد لله انا كويس، ما تقلقش ما تقلقش. ايه الخيابه دي يا استاذ سعيد؟ ايه الخيابه دي؟ سامح يا بابا، يا بابا تعالى كده شويه عشان ما تقعش. انت عرفت سامح منين؟ ما هو وقع 3 مرات قبل كده. ماشي على العلاج يا بابا؟ يا دكتور حمدي، يا دكتور حمدي كده كتير والله، كتير قوي. انا اسف يا باشمهندس هاني والله، بس زي ما انت شايف احنا بنشطب، فمعلش استحملنا يومين. انا خايف على الاولاد مش اكتر من كده. انا عذرك والله، وانا بص هفرش لك مرتبه تحت، وانت بس من فوق خليهم يحاسبوا. اللي بيحصل في بيتي ده عربي. انا هقول لحضرتك، احنا كنا بنعمل الشقه، قلنا نعمل فكره جديده يعني. فقلت له ايه رايك يا استاذ سعيد نعملها شقه فتحه سقف. فبس هي مش جايبه. خلاص موت الفكره دي يا عم سعيد. عربي الناس دي تطلع بره بيتي حالا، وانت تعالى لي على تحت. حساب الشغل يا دكتور. شغل ايه اللي انت عايز حسابه؟ الابواب اللي قبلكاش ولا السقف اللي وقع علينا؟ انا صارف لحد دلوقتي على التشطيب كل اللي حيلتي، ومعيش جنيه اجيب العفش. ما انتوا اللي مسترخصين. مسترخصين؟ احنا مسترخصين يا عربي؟ مسترخصين يا استاذ سعيد يعني. ايوه مسترخصين. سالته في دهان محترم جاب لي الوان ميه. الابواب المحروقه دي قلت له لازم تتغير، قال لي دهنها قشره وكمل على كده. حتى الخرسانه قلت له لازم تترم، قال لي كملها بلدي. وسامح كل يوم يقع عليا. هي دي الابواب المحروقه؟ هي دي الابواب المحروقه؟ وديت فلوسي فين يا عربي؟ اديتها للاستاذ سعيد. ده كل الفلوس اللي انا خدتها منه. نهارك اسود، ده انا مديك قد دول 3 مرات. وديت فلوسي فين؟ طب اسمع بقى انت وهو، انا هستلم الشقه دي بعد 6 ايام بالمواصفات اللي انا قايل عليها، ومش هدفع مليم زياده. لو ده ما حصلش انا هحبسكم انتوا الاتنين. كل دي فلوس مخنصرها يا عربي؟ نصيبك هيجيلك يا عم سعيد. طمنيني، الحرارة كام؟ 38.5 يا ماما. شوفي، هما إما زورهم بيوجعهم، إما عندهم نزلة معوية، إما أنتي أكلتي فراخ بيضة. ماشي يا ماما. قوليلي، البنت الجديدة أخبارها إيه؟ يعني أنا حاسة من دخلتها كده عليا إن هي يجي منها. تعالوا كلوا غادي. حاضر. واحنا ينفع نسيبهم كده لوحدهم؟ بس هاتي ليهم عشان ما يقعوش، وحطي كوشنز. إيه ده كله؟ ده شوية محشي وفراخ متحمرة في الزبدة وطاجن بامية باللحمة الضاني، يعني شوية حاجات خفيفة كده. لمين؟ ده كلام الدكتور، قال تتغذى كويس عشان لبنها يبقى عليه الجينة، يا إما العيال دي هتدنيها عينة كده وما عادتش هتخيف. فاطمة أنا شيلي الأكل ده، أنا بشتغل شغلانة ما ينفعش معاها الكلام ده خالص. الله وكيل، يعني ما عايزة أقول لك إن أنت اللي شكلك عيانة مش العيال. طالما بترضعي طبيعي كل اللي تاكليه وما عينتش هتتخانى أبدا، وعودك هيدلوا كده. بجد يا ماما؟ معرفش، عواطف اللي كانت بترضع. أنا يا أختي برضع طبيعي، وكنت كل يوم اكل علبه حلاوه ونص كيلو زبده وعليهم يعني 5 رغيفه بلدي، بس كنت اجي اخر اليوم اتعشى مفتقه عشان انام خفيفه. واديني زي الفل اهو. لا ما هو انا ما كنتش كده، انا كنت عصفوري، يعني كنت في عود الابله. طب ثانيه واحده، شكلكم مش مصدقيني ولا لا إيه؟ مصدقيني يا فاطمة والله. لا اصل انا بحس بالنفر لما يبقى مش مصدقني. والله العظيم مصدقاكي. اهي شوفي. في ابلكيشنز بتعمل الحاجات دي أحسن من كده. بجد عجبتك؟ حلو قوي. بصي يا ماما، انت فاخدة واحدة. ايه رايك يا حاج؟ فعلا عندك حق.